تخيلوا في جن بيخاف من انس، وفي جن ممكن يكون مثلا بيحضر معاك محاضره، ده عادي يكون متشكل في انسان ويحضر معاك محاضره، ده شيء عادي جدا. القصه بقى اللي هحكيها لكم ديت في شخص اسمه ابن الباز، اسمه عبد العزيز تقريبا، لو حد يعرفه يا جماعه. الشيخ ابن الباز توفاه الله يرحمه يعني. كان يا جماعه الجن الكافر كان بيترعب منه لدرجه ان هو لو الجن لابس حد وانت بس ذكرت اسم ابن الباز قدام الجن اللي لابس هذا الشخص هيجري، هيطلع منه وينفر على طول ويجري. وكان الجن المسلم بيتهيأ على شكل انسان ادمي ويروح يحضر محاضراته. ابن الباز هو شيخ توفاه الله، وبيقولوا ان هو توفاه الله وهو مديون ب 8 مليون ريال حاجه كده. المعلوميه ابن الباز كفيف، وهو صغير عبقري وذكي جدا. عارفين انتوا الناس النبغات دايما مختلف عن الاخرين. فالمهم هو كبر لغايه بقى دخل الجامعه وخلص، وبقى عنده 26 سنه تقريبا، بقى دكتور في الجامعه، بقى استاذ دكتور بيدي محاضراته كده. دي قصته باختصار. نخش بقى في الرعب والجن. 1950 تقريبا في قريه ما في السعوديه، في الرياض، قريبه من الرياض. انا كنت في القصيم يا جماعه، كنت قريب من الرياض. كان فعلا يا جماعه اصلا مواضيع الجن عندنا في القصيم كانت منتشره بطريقه، وبالذات في الصحراء الجن بيسكن الجبال والبحر. في قريه ما في 1950 قريبه من القصيم والرياض والكلام ده، فجاه اهالي القريه بالليل سمعوا صريخ جاي من بيت، صريخ عالي قوي. فاهالي القريه كلهم نايمين صحيوا على صوتها، فكله قام كله طلع من بيته ومش عارف ايه في ايه. فراحوا اتجاه هذا الصراخ. فالمهم لقوه طالع من صوت في بيت كده في بنت وابوها. فالمهم الاب طلع للناس اللي جم عند البيت وقال لهم الحقوا بنتي ومش عارف ايه. فالناس دخلوا البيت بيشوفوا البنت كانت في ركن كده لوحدها، ونفسها ماسكه نفسها وعماله تصوت وتصرخ وعماله تقول ايه بقى، خرجوه بتقول كده، خرجوه. وطبعا صريخها يا جماعه مش عادي. عارفين انتوا الصوت اللي هو بيتحول، اللي هو مثلا مش صوت بنت، لا ده صوت اللي هو غليظ ضخم كده، خرجوه كده، فاهم؟ كانت صوتها مش طبيعي. فالمهم كان في القريه ديت شيخ. عارفين انتوا يا جماعه دايما في القرى يبقى في شيخ فيهم هو اللي مسؤول عن مثلا الجن، هو اللي بيأذن، يعني شيخ يعني تقي وشيخ القريه. فراحوا للشيخ وصحوا من نومته، فقال لهم في ايه يا جماعه انتم صحيني ليه وبتاع؟ قالوا ده في واحده لازم تلحقها ومش عارف. قال تمام. صحي من نومه وقام وراح للبيت. فالمهم الشيخ دخل البيت لوحده للبنت اللي عملت صرخ، ودخل وقال السلام عليكم، في ايه؟ فالبيه الجن اللي لابس الوليه البنت قال له خرجوه. فالشيخ مستغرب والجن عمال يعيط، خلي بالكم بيصرخ من العياط يا جماعه، هو حزين بيصرخ من الحزن، يعني هو خايف من حاجه ويقول خرجوه. عارف انت لما تبقى خايف وتقول خرجوه فاهم؟ الجن كان كده. فالشيخ دخل عليه هو مستغرب، بيقول له خرج مين؟ انت عايز تخرج مين؟ فشاور كده على ركن هناك بيقول خرجوه. قام الشيخ راح للركن اللي الجن شاور عليه، اللي هو عمال يقول خرجوه. ومش هتتخيلوا بقى الشيخ لقى ايه. الشيخ لقى في الركن اللي الجن شاور عليه ده، الشيخ لقى كتاب من تأليف ابن الباز، توحيد او تفسير حاجه كده. فمتخيلين يا جماعه الجن خايف من كتاب لتأليف ابن الباز؟ تخيلين ده كتاب بس اللي موجود هو خايف منه، امال لو ابن الباز جاب نفسه هتعمل ايه؟ فالشيخ بذكائه ودهائه مسك الكتاب وراح للجن، قال له انت خايف من ده؟ قال له وقعد يعيط بقى جامد. الجن قعد يعيط جامد منهار. فقال له طب ايه رايك بقى وايه قولك ان انت يا جن لو ما طلعتش من البنت دي دلوقتي هجيب لك ابن الباز بنفسه يطلعك. قام طلع يجري. الجن طلع منها على طول، طلع منها في ساعتها. الجن طلع منها في ساعتها، طلع يجري قعد يعيط شويه بس. السلام عليكم بقول لك ايه ابن الباز ايه؟ لا السلام عليكم. يا جماعه المعلوميه الجن ده كافر. هو الجن لو مسلم اصلا ما كانش هيلبس حد يعني. دي اول يا جماعه قصه بديكم بس نبذه ازاي الجن الكافر كان بيترعب من ابن الباز الله يرحمه يعني. كنت عايز اقول لكم برضه شيخ ابن الباز الله يرحمه بيقال ان هو مات توفى يعني وعليه 8 مليون ريال مديون يعني للبنك. قلت له يا قام ازاي مديون للبنك يعني وبتاع؟ هو في كبره كان بيمضي شيكات مثلا بمبالغ ويروح يصرفها، بس حسابه نفسه ما فيهوش رصيد. ويقال ان البنك لما كان بيجيله الشيكات، مع ان حسابه ما فيهوش رصيد، البنك لما كان بيجيله الشيكات كان بيصرف له الشيكات عادي ويديله فلوس عادي. الراجل اللي في الفيديو بيقول البنك كان مكسوف يقول للشيخ ابن الباز ان حسابه ما فيهوش رصيد وما يديلوش فلوس. البنك كان مكسوف ما يديش لابن الباز فلوس. فين البنك ده يا جماعه؟ حد يدلني عليه. تاني قصه بقى بتبقى بسيطه برضو، بتثبت ان الجن المسلم بيتهيأ على شكل انسان ويروح يحضر محاضرات ابن الباز. باختصار ابن الباز في احد الايام كان رايح للجامعه بتاعته عشان يدي محاضره، وكان معاه السواق بتاعه يا جماعه كان ملازمه على طول. يا جماعه المعلوميه ابن الباز زي ما قلت لكم هو كان في صغره بقى 26 سنه بقى دكتور في الجامعه. انتوا متخيلين؟ استاذ دكتور في الجامعه 26 سنه، وبعديها بشويه بقى رئيس وزراء الاوقاف حاجه كده يعني. مش فاهم قوي بس بقى وزير حاجه كده يعني، من كتر ان هو قوي يعني. بقول لك الجن بترعب منه، مش هيبقى وزير ليه؟
فالمهم الشيخ ابن باز الله يرحمه كان رايح يوم الجامعه عشان يدي محاضره للطلاب عادي، يدي محاضره دوام عادي، فكان معاه السواق على طول بحكم ان هو كان كفيف، كان دايما السواق ملازمه. راحوا المكتب اول حاجه قبل ما يطلع المحاضره وكده، راحوا المكتب وقعدوا هو والسواق، اذ فجاه طالب من الطلبه يجي جري على المكتب ويقول فين ابن باز، فين يا استاذ ابن باز. فالسواق وقف وقال له ايه اهدى بس ومش عارف ايه، هو الطالب سوداني، يقال ان هو سوداني. السواق قال له اهدى بس في ايه وبتاع، فقال له انا لازم اقابل الشيخ ابن باز دلوقتي، لازم اقابله دلوقتي، لازم وكان مخضوض قوي فاهم. فابن الباز الشيخ ابن الباز كان سامعه، فقال له ماشي يا ابني تعالى وبتاع. فقال له في ايه؟ قال له بص انا حصل لي موقف لازم احكيه لك وتنجدني منه. قال له ماشي يا حبيبي قول لي في ايه. قال له الاتي بقى، ركزوا بقى يا جماعه، الطالب ده طالب سوداني وكان قاعد في سكن الجامعه، فكان في يوم من الايام كان قاعد في الاوضه بتاعت الجامعه بتاعته في السكن بتاعه يعني، فاذ فجاه حد بيخبط عليه، قام فتح الباب. يقال ان الراجل اللي خبط على الطالب السوداني دوت هو يعني ذو بشره سمراء، يقال ان هو افريقي. فالمهم الطالب فتح الباب لقى هذا الشخص، فالشخص ده قال له ايه بقى؟ قال له بص هو انا بس عندي الاوضه المجاري طافحه او في صيانه، فممكن بس ايه انام عندك يومين ثلاثه كده عقبال ما الصيانه تخلص. فالولد الطالب اللي بيشتكي لابن الباز دوت قال له تمام مفيش مشاكل، تعالى اقعد معايا ونسني يعني. فدخل وقعدوا يومين ينزلوا يصلوا سوا عادي خالص، يصلوا العشاء ويصلوا المغرب ويصلوا كل ومفيش اي مشاكل. فالمهم يوم من الايام مع هذا الطالب خلصوا صلاه العشاء ورجعوا على الاوضه، ولما دخلوا الاوضه بداوا يناموا، يعني قرروا ان هم هيناموا، كل واحد قاعد على سريره وبتاع. واذ فجاه الطالب السوداني دوت بيبص كده لقى ان الباب بتاع الاوضه مفتوح شويه وهو عايز ينام يعني، فقام قايل للطالب اللي هو الافريقي اللي هو جه من الاوضه الثانيه، قال له طب بعد اذنك يعني ممكن تقوم افتح يعني اقفل الباب عشان مكسل وبتاع. فهو الطالب الافريقي دوت برضه كان مكسل برضه، فاذ فجاه الطالب السوداني يبص كده يلاقي الطالب الافريقي هو كان بعيد عن الباب، الطالب الافريقي قام مادد ايده، هو بعيد عن الباب مادد ايده قام قفلها، اللي هو ايده بقت مطاطيه فاهم، ايده طويله مره، اللي هو فانتاستيك فور، عارفين الراجل المطاطي هو بقى ده فاهم. فالولد السوداني باصص كده مش عارف ينام، نهار طين. والله يا جماعه انا لو مكانه كنت استغله، كنت اقول له بقى مثلا هات لي ده واحنا قاعدين بقى هننبسط. كل كنت شباب كل كنت، هل انتوا لو كنتوا في مكان الولد السوداني ده واكتشفتوا ان الطالب الافريقي اللي جنبكم ده، هل لو شفتوا ان هو مثلا قد ايده بقى ايده مطاطيه بعيده قوي، شيء غريب بالمره، هل كنتوا هتنبسطوا وهتستغلوا هذا الشيء، ولا كنتوا هتخافوا تترعبوا؟ حاجه ما وراء الطبيعه جدا يعني. فهو وقتها بص كده لقى المنظر ده، فالدنيا لا الدنيا صعب من كتر الخضه يا جماعه. هو بص اكن هو كان بيبص عليه كده، قام عمل كده وفضل كده، فضل مطبق. انتوا متخيلين الولد فضل كده ما نامش قعد طول الليل ما اتحركش ولا حركه وقعد كده وعمل كده، الولد ما نامش، ففضل مطبق لتاني يوم عشان يروح لابن الباز، او احنا لغايه دلوقتي يروح لابن الباز ويقول له. فالمهم طالب السوداني دوت قال لابن الباز الكلام ده كله، الشيخ ابن الباز قال له تمام مفيش مشاكل، واهدى وهداه، وقال له انا عايز الولد ده روح هاتهولي. فالطالب السوداني راح للطالب الافريقي اللي كان معاه اللي هو الجن يعني، قال له تعالى الشيخ ابن الباز عايزه، قال له تمام. فراح معاه للشيخ ابن الباز. فالمهم الشيخ ابن الباز سأل الطالب الافريقي قال له اسألك بالله انت جن؟ قال له انت ما دام سألتني بالله يبقى لازم اقول الصدق، ايوه انا جن وانا مش عايز اي ضرر، انا نيتي خير جدا، انا بس كنت جيت في سلام وعايز اتعلم منك، يعني انا جيت عشان انا قومي في شر وعايز اجي اتعلم الخير منك وانصحهم يعني اهديهم يعني. فالشيخ ابن الباز رد عليه وقال له ماشي يا حبيبي ما فيش مشاكل، اعمل اللي انت عايزه، ولكن ما تلفتش للناس حواليك الانظار عشان يعني ما تحطش في قلوبهم الرعب، ما تخوفهمش. قال له خلاص ماشي ومفيش مشاكل وبتاع تمام وكل حاجه تمام. ايه اللي بقى اللي حصل بعدها ما اعرفش بصراحه يا جماعه، هي دي الروايه اللي حصلت، عشان اصلا الكلام ده كله السواق بتاع الشيخ ابن الباز هو اللي بيرويها يعني، هو اللي بيقولها، فاكيد السواق مش هيعرف الطالب عمل ايه بعدين فاهم. ده باختصار يا جماعه قصه الشيخ ابن الباز. ويقال وبيقولوا عليه ان هو المداح الحقيقي، يقال عليه هو ده المداح الحقيقي. دي قصه حقيقيه، ايوه يا ابني قصه حقيقيه، انت بتهزر؟ كلكم يا شباب ايه رايكم؟